السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بكم معايا في فيديو جديد. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. شايفين النهاردة عملت طبق مسقعة البلدي ده يا جماعة، كان تحفة من الجمال. بسرعة الصاروخ هتعمليه، مش هياخد معاكي وقت خالص. تمام. بصوا هنا البطاطس، شايفين أنا سلقتها كده نص سلقة، كانت تحفة من الجمال. كانت حلوة جدا جدا جدا، مش عايزين نقلي كتير ونهدر في الزيت كتير. تمام. وكلها زيوت وحاجات ايه، بتبقى تقيلة على المعدة. حضرت الحلة هنا، هنبدأ وصفتنا. بسم الله الرحمن الرحيم. قطعت الفلفل هنا، قطعت الروز بتاعته. تمام. وفتحته فتحة صغيرة خالص من على طرف الفلفل كده من تحت. تمام. عشان الحمو بتاع الفلفل والحرقان بتاعه. تمام. ما يطلعش في المسقعة ويبقى بتبقى حراقة زيادة عن اللازم. حابة المسقعة بتاعتك تبقى مشطشطة جامد. تمام. افتحي الفلفل اكسريه نصين، او كام قرن كده من الفلفل افتحيه نصين. بصوا هنا سلقت البطاطس، كام بطاطسايه كده، بطاطستين كبار. تمام. سلقتهم بس نص سلقة، عشان البطاطس بتاعتي ما تبقاش ايه، مهرية. حتى لو حطيتها وسخنت المسقعة وبقيت اقلب فيها وتقلبيها مع بعضها ما تتهراش منك. وقليت البتنجان. تمام. هنا حضرت الطماطم اللي انا هعملها، بس حطيت معاها فصوص الثوم كامله. تمام كده، حاجه سريعه كده على الماشي. تمام. فرمت الطماطم كويس جدا مع الثوم. تمام، ما بتاخدش وقت خالص. وهنا قلبت الفلفل كده تقلبتين. تمام. لو عايزه تشيلي الفلفل كده بعد ما اتحمر، الزيت بياخد من طعم الفلفل، فالمسقعه بتاعتك بتطلع طعمها فلفل كده وجميله قوي. احنا عارفين ان روح المسقعه هي الفلفل. خلاص، بعد ما الفلفل بتاعي اتشوح نزلت عليه بالطماطم. خلاص. لو عايزه بعد ما تشوحي الفلفل كده تشيليه من الزيت. تمام. وتحطيه على جنب بعد ما تخلصي المسقعه خالص، ضيفيه. بيبقى احسن واحسن برضو. دي الخطوه بصراحه اللي انا وقعت فيها. وفكرت بعد كده لما اعمل المسقعه اقلي الفلفل كده واشيله زي ما بنعمل في المسقعه العاديه. بس كده طعم الصلصه بتبقى فلفل قوي، وبتبقى طعمها حلو جدا جدا جدا. خلاص. هحط التوابل بتاعتها بقى. حطيت معلقه من السكر، نص معلقه من السكر، نص معلقه من الملح، نص معلقه من الكمون، ربع معلقه من الشطه عشان الفلفل بتاعي طبعا حراق. خلاص. التوابل دي زي ما تحبي، عايزه تحطي توابل مشكله، عايزه تحطي توابل اللحمه تبقى حلوه فيها قوي. خلاص. بس احنا النهارده عاملينها مسقعه خفيفه، عايزه احس فيها بطعم الفلفل. تمام. مش عايزه احط لها اي توابل تغطي على طعم الفلفل والبتنجان. خلاص. بسيب المسقعه بتاعتي بقى تغلي هنا على النار. تمام. طبعا انا ضاربه الطماطم بتاعتي في الكبه، يعني مش ضايفه لها اي سوائل. عشان كده النهارده المسقعه بتاعتي مسمياها المسقعه السريعه. خلاص. اول لما بتبتدي خلاص بقى تبقبق كده وتبتدي تنطر الايدام بتاعها الزيت بتاعها. تمام. وتتسبك كويس جدا. بدوقها. لو عايزه ملح بضيف لها، لو مش عايزه خلاص. تمام. دي اهم مرحله برضو يا جماعه في الخطوه دي. لازم تشوفي حدق المسقعه بتاعتك، عشان لو كانت ما فيهاش ملح بتبقى عايزه ملح، بتبقى مسخه شويه، مبيبقاش ليها اي طعم. خلاص. سبحان الله، سنه الملح دي في الاكل بتظبط الدنيا كلها. خلاص. وخصوصا كمان ان انا حاطه سكر. اول حاجه هضيفها هنا بعد ما التسبيكه بتاعتي اتسبكت كويس جدا، ما بتاخدش 10 دقايق على النار. بحط البطاطس الاول، انا عندي بطاطس هسلقها نص سلقه كمان، تاخد كام غلوه كده مع التسبيكه والصلصه. خلاص. بصوا بقى لون الصلصة عامل ازاي، وكل ما بتديها طماطم كتير كل طعمها ما بيبقى احلى. خلاص. هنا كده هضيف البتنجان بتاعي. بصوا قليه اصفر ازاي. اهم حاجه برضو البتنجان اللي تقليه يبقى لونه اصفر كده، ما يبقاش محروق. عشان البتنجان لما بيتلسع منك في الطاسه وفي القلي، اثناء القلي، بيديكي سنه مراره كده في المسقعه. لا، المسقعه بتاعتنا النهارده كانت تحفه من الجمال. خلاص. بقلبها كده زي ما انتوا شايفين. بصوا بحاول اجيب الصلصه بس عليها كلها، وما ببالغش في التقليب. بصوا بمعلقه كده، وحبيت ان انا اعملها في حله واسعه شويه. تمام. عشان لما اقلبها ما تبقاش كلها فوق بعضها كده متكتله فوق بعضها. خلاص. زي ما انتوا شايفين كده معايا. ما شاء الله، وصفه النهارده كانت تحفه من الجمال. لو وصلتوا لحد هنا في الفيديو، اشتركوا في قناتي وفعلوا زر جرس التنبيه عشان يوصلكم اشعار بكل وصفه جديده انا بنزلها على القناه. شايفين بقى شكلها وطعمها وريحتها، كانت تحفة من الجمال. طعمها يا جماعة تحفة تحفة تحفة. خلاص كده بطفي عليها وبديها تسخينة كده قبل ما بقدمها. بصوا بقى، كانت تحفة من الجمال. بصوا هقدمها معاكم. شايفين بقى لون الصلصة حلو ازاي. البتنجان قاعد زي ما هو، ما تهرش ولا حاجة. البطاطس لما سلقتها مدية طعم تحفة. والسلام عليكم في فيديو جديد ووصفة جديدة.